النهاردة هنعمل مع بعض بقى وصفة سهلة وسريعة وصحية وجميلة جدا للناس اللي عندها مثلا سكر وخايفة تاكل مثلا كرنبيت مقلي. بيبقى شارب زيت، ويتعب ويعلي سكر وكده. الوصفة اللي هنعملها النهاردة صحية جدا، ما فيهاش مادة دهنية خالص. الا حاجة بسيطة جدا. النهاردة معايا بقى كرنبيتاية حلوة كده، بيضة بيضة كده وحلوة وصغننة. فالنهارده بقى احنا هنبتدي ان احنا نقطعها. هنقطعها بقى قطع صغيرة، مش عايزاها قطع كبيرة. انا هنا هقطعها قطع صغيرة بالشكل ده. هقطع بقى الكرنبيتاية بتاعتي كلها. عايزة اقول لكم تجيبوا الكرنبيتاية الفاتحة البيضة، عشان اللي بتبقى مزرقة شوية دي مش بتبقى حلوة، مش بتبقى معسلة. هنا بقى انا قطعت الكرنبيتاية كلها وبقت جاهزة معايا. انا مقطعة بقى القطعة بتاعتي بالحجم ده، يعني مقاسها حلو ومناسب. هنا بقى معايا مية مغلية، هبتدي ان انا انزل فيها بمعلقة ملح ورشة من الكمون. وهبتدي ان انا هنزل بقى بالكرنبيت بتاعي كله في المية، وهسيبه هيغلي هيستوي. انا عايزاه سوا، يعني سوا كامل عادي. انا مش هبقى خايفة عليه لان احنا مش هنقليه. فاخاف ان هو يتهري، لا انا عايزاه مستوي ويبقى معايا بالشكل ده كده. هعرف منين بقى ان هو استوى؟ هجيب بقى الشوكة، ادخل الشوكة في الكرنبيت، هشوفه لو دخلت كده يبقى استوى. هنا بقى كده استوى معايا. تعالوا بقى نعمل ايه، اقول لكم بقى نعمل ايه. هنا بقى انا جبت معلقتين من الزيت، ونزلت عليهم ببصلاية متقطعة شرايح، نزلت عليهم بفلفل الوان مقطعة شرايح، وضايفة كده قرن شطة حلو ومشطشط كده عشان يشطشطنا. هنا بقى فضلت اقلب لغايه ما الفلفل بتاعي يدبل والبصله بتاعتي تدبل والميه بتاعتهم تنزل وتنشف. وهنا بقى كان جاهز معايا. هبتدي بقى ان انا اجيب الصينيه البايركس بتاعتي وهنزل فيها بالكرنبيت اللي احنا سلقناه. انا كده يعني بعمل القطعه اتنين، لان انا مش حابه ان هي القطعه تبقى كبيره. انا بصراحه بحب القطعه صغيره كده. هجيب بقى الفلفل والبصل اللي احنا مدبلينه، هنزل على الكرنبيت الكمية كلها، وهبتدي ان انا اخده تقليبة كده بسيطة عشان الكرنبيت بتاعي يشرب بس كده من الفلفل والبصل اللي احنا عاملينه. بس كده. هجيب معايا بقى بطاطاية صغيرة انا بشراها نية، يعني بطاطاية نية بشراها، بطاطاية صغيرة بشراها، وهضيفها على الوش كده. عايزة اقول لكم بتخلي يعني تبقى طعمها جميل جدا. انا بقى كده حطها على الوش. تعالوا بقى نعمل مع بعض الخلطة اللي احنا هنضيفها عليه. معايا هنا بضاية، معايا نص معلقة من الملح، ومعايا رشة من الفلفل الاسود. الملح اللي انا حاطاه دوت هو الملح اللي هيبقى للكرنبيت كله، فكده هيبقى مظبوط الملح معايا. هبدأ بقى ان انا ارب البضاية لغاية ما يبانلهاش اي ملامح، مش عايزة يبين لها اي ملامح. هنا بقى هجيب كوباية من اللبن او الحليب، وهبدأ اقلب. تعالوا بقى هنضيف انا هضيف هنا رشة من الكمون ورشة من البابريكا ورشة من الكزبرة، كزبرة ناشفة. وهبدأ اقلب برضو. هضيف بقى هنا معلقة كبيرة من الخضار، وهقلب برضو. ديت يعتبر التشريبة اللي هنشرب الكرنبيت بيها كله. هنا بقى معايا معلقة صغيرة كده من الثوم المفروم، نص معلقة من البودر، وهقلب. وهبتدي بقى ان انا اجيب الصينية اللي انا حطيت فيها الكرنبيت، هنزل بقى عليها بالخليط ده كله.
واتاكد ان هي كلها شربت من الخليط. وهبتدي ان انا اجيب معايا بقى جبنه موتزاريلا واحطها على الوش. هي هتديها شكل حلو جدا وهتخلي وشها احمر كده ولونه حلو. ده بقى يعني حسب الرغبة، حسب ما انت تحبي، يعني متاحة عندك تحطيها عادي، مش متاحة خلاص. انا بقى هنا حطيت حبة البركة شوية كده على الوش. هندخلها بقى على درجة حرارة 200، هتقعد نص ساعة في الرف الأوسط، وهوريكم شكلها عامل ازاي لما تخرج. هنا بقى خرجت معايا وبقت شكلها، عايزة اقول لكم بجد، ريحة وطعم وشكل كله مع بعض. مش هتصدقوا انه ده كرنبيط اصلا. اه والله، انا عن نفسي يعني انا عن ذات نفسي ما كنتش مصدقه ان ده كرنبيط لما اتعملت وطلعت. شوفوا بقى، شوفوا بقى الجمال، شوفوا بقى الحلاوه، حاجه كده فخر من الاخر يا جماعه والله. ما تنسوش بقى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك والاشتراك، شجعوني كده بكومنت حلو. لايكاتكم دي هي اللي هتشجعني وهتخليني اعمل لكم فيديوهات احلى واحلى كمان.